السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم. ازيكم يا احلى واجمل بناليات؟ يا رب دايما يا رب تكونوا بالف خير وصحه وسلامه. النهارده باذن الله هنتكلم في موضوع هو مشكله المشاكل بالنسبه لبنات كتير كتير. وكان مشكله المشاكل بالنسبه لي انا في مرحله معينه لما ما كنتش عارفه ليه ده بيحصل وازاي ده اضيعه. ف والله حاسه بيكم، حاسه بالمشكله الرخمه قوي اللي احنا بنمر بيها في الحاجات بتاعه الكريمه. عشان كده انا النهارده جايه لكم مشكله فراغات الهواء، عشان تعرفي هو ايه اللي بيعمل فراغات الهواء في الكريمه فتتلافي كل الحاجات دي، وعشان تعرفي ازاي تحليها، لان الحل ابسط ما يكون فعلا، مش كلام. فيلا بينا على طول ندخل في الموضوع، نشوف ليه الكريمه بتعمل فراغات هواء بتبقى مقرفه قوي معانا في التجليس وبتغلبنا، وازاي نحل الموضوع ده بشكل سهل جدا جدا وعملي. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لايك وشير علشان يوصلك كل جديد، ولو لسه مشتركة جديدة معانا فعلي زر الجرس عشان أول ما ينزل فيديو تبقي من أول الناس اللي شافوه. يلا بينا على طول نبتدي. أنا هنا معايا شوية كريمة في الطبق ده، كريمة كنت ضرباها وكانت زي الفل والمقدار بتاعها كان ممتاز جدا. فجأة ببص لقيتها عملت فراغات هوا ومتكتلة عاملة شبه الجبنة القريش، تقيلة. معنى كده ان هي قوامها كان مناسب، مش مايع ولا سايح ولا المية فيها زيادة. طب ليه النقط دي وليه التجلطات دي؟ دي انا لما هاجي افردها على كيك ولا حاجة هلاقي المنظر بشع. الكريمة دي نفسها كانت مقدارها اللي عندي 270 جرام مية ساقعة جدا متلجة، يعني حاطة مية متلجة اهو، وحاطة 100 جرام كريم شانتيه باودر، وحاطة عليهم 30 جرام سكر. ضربتهم كويس كويس ووصل قوام ممتاز. طبعا ده حصل ليه؟ لان انا ضربت الكريمه دي ولسه مش هشتغل بيها دلوقتي، فركنتها شويه في التلاجة او ركنتها شويه على ترابيزه السفره. ده اللي حصل. الركنه في التلاجة ان شاء الله نص ساعه بس بتخلي الكريمه تتفاعل وتعمل فراغات هواء، والمساميه اللي بين طبقات الكريمه وبعضها تفك، يقوم الهواء يدخل يقوم ياخد مكان الكريمه، يقوم يعمل حاجه اسمها فراغات هواء. تمام. تمام. طب ايه السبب التاني اللي ممكن يخلي الكريمه تعمل معايا فراغات الهواء دي؟ يعني مثلا لو خدت شويه كريمه كده وحطيتهم في كيس حلواني على بال ما شطه والتورته واحشيها واقول انا هبدا اشتغل فيها اهو، الركنه بتاعه الكريمه في كيس الحلواني لمده 3 4 دقائق على بال بس ما ظبطت الكيكه، هتبدا تعمل معايا نفس فراغات الهواء على جدار الكريمه من جوه. ابدا اشتغل الاقي الكريمه دي عماله تفك وتبوظ معايا. طيب، يبقى اول حاجه ركنتها في التلاجة، تاني حاجة ركنتها في كيس الحلواني تعمل نفس الفراغات، تالت حاجة لو المية زيادة في الكريمة مش بس تعمل معاكي فراغات هواء، تعمل معاكي فراغات هواء وتديكي قوام غير متماسك أصلا للكريمة. طب رابع حاجة، الحر الشديد والرطوبة العالية تعمل فراغات هواء في الكريمة. فبنراعي ان احنا لما نضربها اوكي هندخلها التلاجة، بس لما تخرج نعمل لها الحل اللي هقولك عليه. طب لو انا ما عملتش الحل اللي انا هقولك عليه واستخدمتها بزي ما هي وفي الكيس كده وانا عارفه ان فيها فراغات اهو، بصي بقى منظرها هيبقى عامل ازاي كده. انا دخلت لك كلوز قوي عشان تشوفي منظر الفراغات، فراغات بشعه والتكتلات رخمه جدا. متخيله ان المنظر ده هيبقى على جدار تورته عندك؟ هيخلي منظرها سيء سيء للغايه للغايه، هينزل سعرها في الارض، انت مش تبقي راضيه وتعبك كله هيروح في الفاضي. فمهم قوي قوي ان احنا نعمل ده، نضرب الكريمه بالمضرب الكهرباء. طلعتيها من التلاجة، نزليها بقى من كيس الحلواني، رجعيها في الطبق تاني وابدأي اضربيها ضربة كويسة كده لمدة دقيقة دقيقة ونص بمضرب الكهرباء في الطبق. هتلاقي ان القوام رجع متماسك تاني وناعم تاني، فراغات الهواء راحت خالص لان انا رجعت ربطت الكريمة ببعضها وما عادش فيها اي حاجة. بصي انا عملت بس بالمعلقة كده عشان اوريكي منظر ان داخل الكريمة نفسها الفراغات نفسها اختفت كأنها متجلسة اصلا، منظر المعلقه فيها كده وكاني كنت ماشيه بسباتيولا وعامله عليها وهي مش بسباتيولا ولا حاجه، بس الكريمه رجعت مسكت في بعضها تاني لان ما عادش فيه فراغات هواء، المضرب ضيعها تماما. طيب، حد هيقول لي ينفع ما استخدمش المضرب واستخدم السباتيولا؟ ينفع امسك السباتيولا كده وابدا اضربها كويس 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 قبل ما ادخل بالمضرب، او ما ادخلش بالمضرب اصلا واستبدله بالسباتيولا؟ لا، ما ينفعش. كمية فراغات الكريمة اللي كانت معايا هنا وكمية التجلطات اللي في الكريمة لازم لها مضرب كهرباء بسرعة ماكينة، ما تنفعش بسرعة ايدك، مش هتضيعها، هتضيع شوية صغيرة والباقي لسه جوه مستخبي. فلازم مضرب كهربي يا بنات. طيب هبدأ، خلاص ضربتها بمضرب كهربي، هعمل ايه؟ هشتغل على طول. حطيتها في كيس الحلواني اهو، مش هغلط نفس الغلطة تاني، مش هركنها بقى، لا، الكيك متحضر عندي جاهز وعلى الشغل على طول.
حطيتها في كيس الحلواني، والله ولا دقيقة بتتركن في كيس الحلواني، ببدأ أشتغل بيها دايركت. بدأت أشطب بيها تورتة اهو مقاس 16 علشان أبدأ أوريكم هل لسه بعد التشطيب فراغات الهوا دي لما تتفرد كده وتتفرد بالسباتيول على الكيك، هل لسه في فراغات مستخبية جوه أنا مش شايفاها، ولا هتديني منظر كويس؟ وده اللي احنا بنشوفه مع بعض. بدأت أفردها شوية شوية، أي فراغات بزودها شوية كريمة وبروح وباجي عليها. طبعا زي ما احنا عملنا مع بعض قبل كده تجليس وتغليف كتير قوي. ببدأ بقى أمسك السكرابر كده وأشد كويس علشان لو في أي خربشة تروح بالسكرابر. طبعا مش محتاجة أقولك إن السكرابر ده من إيدك ورجلك في شغل الكريمة. مفيش حد أبدا أبدا يقدر يستغنى عن السكرابر في شغل كريمة أو جناش أو أي حاجة ليها علاقة بخامة بتتفرد على تورته. تمام؟ فالسكرابر ده أساسي، والسكرابر يبقى ستانلس. تمام؟ بلاش البلاستيك ده خالص، يا ستانلس يا اكليريك. انما البلاستيك لا، ببدا اجري كده الطبق الدوار. اي بقى حاجات صغيره مش بسيبها، انا بخليها عروسه وبخليها بصي يعني شبه الجدار اللي انا مثلا ايه ممحراه كده بالاسمنت، عايزاها حاجه تجري معايا. برجع اديها لفه تانية برضو بالسكرابر بتبقى زي الفل. دلوقتي انت شايفه فراغات هوا؟ دي نفس الكريمه اللي كانت مبهدله معانا الدنيا كلها فراغات وتكتلات، وحلها كان من ابسط ما يكون، اللي هو ايه؟ اللي هو الضرب بالمضرب. طيب هدخل معاكي كلوز قوي كمان، يمكن انا اكون غشاشه ومخبيه عنك ان فيها فراغات هواء. لا، انا هدخل كلوز قوي اهو. هل ملاحظه اي نتوءات، اي فراغات، اي خربشه؟ انتهت تماما. ليه؟ عشان حاجتين، ركزي معايا. قوام من البدايه ممتاز، ضربه ممتازه بالمضرب بعد دخولها التلاجة، انسي فراغات الهواء بعد كده. انما لو قوامك مش ممتاز ودخلتيها التلاجة وخرجتيها وضربتيها بالمضرب، هيفضل فيها فراغات هواء، لأن الأساس عندك غلط. فاعتمدي القوام اللي بقولك عليه وهتدعي لي بإذن الله. طيب تعالوا كده نشوف شكلها لو كنت جلستها وهي بفراغات هواء كان هيبقى منظرها عامل ازاي. بصي بقى على كمية الفراغات وعلى كمية البهدلة اللي في التورتة عندي هنا. مهما كنتي محترفة، مهما كنتي محترفة، عمرك ما هتعرفي تشتغلي بكريمة سايحة أو كريمة فيها فراغات هواء. هم دول ادواتك في الشغل، مش موجودين يبقى انت حرفتك راحت. والله مهما كنت شطوره مش هتعرفي ابدا ابدا تشتغلي بكريمه فيها فراغات هواء او سايحه او ما عندكيش طبق دوار وسكرابر. دي ادواتك وايدك ورجلك في الشغل. فمهم قوي 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 ان احنا نضيع فراغات الهواء، والحمد لله ان احنا عرفنا نعمل الكلام ده ازاي. نورتوني شرفتوني. انا كده النهارده خلصت. لو ليكي اي سؤال اي استفسار اكتبي لي في الكومنتات، انا برد ان شاء الله على كل الكومنتات، وعنيا ليكم يا احلى فانيليات. ويا رب يا رب ان شاء الله بالنافع ليكم، وجعلها صدقة علم جارية وعلم ينتفع بيه. ونورتوني وشرفتوني، صباحكم دايما زي الفل.